احلى مسا على حبايبي واخواتي، يا رب تكونوا بخير. بارت 2 هنتكلم عن ماتش نادي الاهلي ونادي الرجاء اللي هيجمع بينهم في افريقيا، ونقول تفاصيل جديده وكلام جديد. خليك معانا لغايه النهايه ويلا بينا على الفيديو. احلى مسا على اخواتي حبايبي، يا رب كلكم تبقوا بخير. زي ما اعتدنا قبل اي حاجه، صلى على سيدنا محمد وبعد الصلاه على سيدنا محمد. لو بتتفرج على الفيديو دلوقتي الصلاه اقفل الفيديو وروح صلي، بعد كده تعالى اتفرج على الفيديو. بارت 2 هنتكلم عن ماتش اليوم بين النادي الاهلي ونادي الرجاء في ابطال افريقيا. هنلاقي ساعات الكلام له خبر هي مفرح لجماهير النادي الاهلي على طول كده. حضور 52,000 مشجع لجماهير النادي الاهلي، حضور 52,000 مشجع ان شاء الله يحضروا في الاستاد لماتش نادي الاهلي ونادي الرجاء، وان شاء الله يكونوا 52,000 مشجع على قد المسؤوليه. بس كل الطلب اللي مطلوب من جماهير النادي الاهلي: شجع فريقك، ادعم فريقك للمكسب، اتمنى له المكسب. بلاش الفاظ خارجيه، بلاش تشتم حد، بلاش تجيب سيره حد هو مش موجود في ارض الملعب. حتى بلاش تشتم اي حد برضه لو موجود في ارض الملعب. خليك مساند لفريقك وبس، ادي الدعم لفريقك وبس، خليك في ظهر فريقك وبس. تاني حاجه حضور 400 و2000 مشجع لجماهير نادي الرجاء، بس اظن ال 2400 مشجع دول مش هيجوا كلهم اظن يعني، بس هم سمحوا لهم ب 2400 الف مشجع لجماهير نادي الرجاء. تاني حاجة، مين هو الحكم؟ محمود إسماعيل. حكم محمود إسماعيل. حكم محمود إسماعيل ده بدأ مسيرته التدريبية من 2015. بدأ 2015 درب الأربع ماتشات لفرق مصرية، بس كان من ضمنهم ماتش منتخب مصر، وكسب منتخب مصر الحمد لله الماتش دوت. وماتش لنادي سموحة كان في 2017، كان في بطولة الكونفدرالية، وكسب برضه سموحة، قدر يكسب. وكان ماتش في 2019 النادي الأهلي قصاد سيمبا التنزاني، والنادي الاهلي خسر بنتيجه 1-0. وكان ماتش لمصلحه النادي المصري 2017، ولكن خسر برضه نادي المصري. يعني اربع ماتشات منهم 2 مكسب و2 خساره. 2 خساره كان من ضمنهم ماتش النادي الاهلي في 2019 قصاد سيمبا التنزاني. خلينا ساعات كده برضه نتكلم عن اهم لاعبين موجودين في نادي الرجاء، واهم لاعبين موجودين في نادي الاهلي. اهم 2 موجودين في نادي الرجاء، خلينا نقول لكم على اللاعب الاول، هو راس الحرب خطير وهيقدم خطوره جدا على مرمى النادي الاهلي، واتمنى ان هو ما يكونش خطير في ماتش النادي الاهلي ان شاء الله. هو حمزه خيابه. احنا عارفين المغربيين اساميهم تملي غريبه كده. حمزه خيابه هو اللاعب الخطير، لاعب راس حربه، مركزه راس حربه، لاعب خطير مسجل حوالي 3 اهداف مع النادي الرجاء. فلاعب بشكل بيقدم خطوره مع نادي الرجاء، لاعب مهاري، لاعب بيقدر اللي هو يسجل الاهداف باقل فرصه. ولاعب وليد الصبار لاعب خط وسط، لاعب خط وسط هجومي، لاعب متميز جدا، لاعب يقدر بيقدم خطوره على مرمى المنافس تملي. فلاعب لازم النادي الاهلي ياخد باله منهم، فنادي اللاعبين دول نادي الاهلي لازم يمسكهم بشكل كويس. واهم لاعب اللي اتمنى ان هو يكون، ومش اتمنى لا، انا واثق 100% ان هو هيكون مقدم مستوى هايل ان شاء الله، هو مروان عطيه. بلا منازع مروان عطيه هو ان شاء الله يقدر يكون قوه في وسط الملعب لنادي الاهلي ان شاء الله. ولاعب حسين الشحات بيقدم اخر الفتره دي بيقدم مستويات عاليه فهايله جدا في خط الهجوم. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي، واتمنى المكسب للنادي الاهلي رايح جاي ان شاء الله، واتمنى له الصعود وكمان يكسب ان شاء الله افريقيا. فلو عجبك الفيديو ده ما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب. يلا سلام.